أنا كنت رافض لحد ما شُفتِك، هارجع أفكّر في الموضوع تاني. لأ فكّر مع نَفْسك، أنا كده رافضة الفكرة دي من الأول، وبعد ما شُفتك اتأكدت إنه مستحيل يحصل أصلًا. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم حلقة جديدة من حكاية مجنون المديرة. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في حلقة النهاردة. وبعد الأكل انشغلت ساندي في مكالمة تليفون أوهمتهم بيها علشان تهرب من اللقاء المدبر، وراحت قعدت في الجنينة علشان تلاقي صوت من وراها بيقول لها: كنت متأكد إنِّك هتهربي من القعدة. لأ أنا مش بهرب ولا حاجة، ده كان بس معايا تليفون وكنت هرجع أهو. لأ، ما أنا بصراحة هربت من القعدة، مش لوحدِك يعني. إيه ده؟ أنت كمان مش حابب الموضوع؟ لو تقصدي خطوبتنا، آه، أنا كنت رافض لحد ما شُفتِك، هارجع أفكّر في الموضوع تاني. لأ فكّر مع نَفْسك، أنا كده رافضة الفكرة دي من الأول، وبعد ما شُفتك اتأكدت إنه مستحيل يحصل أصلًا. للدرجة دي؟ طب ما سألتيش نفسِك يا ترى هُم عايزين يجوّزونا ليه؟ أكيد هُم عندهم وجهة نظر، والّا أنتِ شايفة إيه؟ عمرهم ما هيخلّوني أعمل حاجة أنا مش عايزاها. هيقنعوكِ ما تقلقيش، أنا شخص لا أقاوم، آه، أصلك ساندويتش لا تقاوم. وكمان دمِّك خفيف، واضح إني هاستمتع الفترة اللي جاية أوي. علشان تبُص له ساندي وهي مش طايقاه، هي مش عايزة تدخل أصلًا معاه في أي حوار، لإنه بالنسبة لها شخصية مستفزة، وراحت لأهلها قالت لهم إن هي بس عندها شوية صداع واعتذرت وطلعت أوضتها علشان تستريح فيها. وعدت الأيام لحد ما جه اليوم اللي هيتعلن فيه نتيجة الصفقة، وكانت المفاجأة للكل إلا ساندي إن شركتها أخدت المناقصة ومش فاضل غير بس العقود علشان تتمضي. لأ أنا مش فاهمة حاجة، هو إحنا مش كنا في البلاك ليست؟ إزاي ده حصل؟ مش فاهمة. وقبل ما ساندي تحكي كان محسن دخل ليهم. مبروك، مبروك يا ساندي، أنا مش عارف إيه اللي حصل، بس إحنا تعبنا واشتغلنا وربنا عمره ما يضيّع تعبنا أبدًا. يلا يا ساندي احكي إيه اللي حصل. حاضر. اللي حصل يا ستي، وبدأت ساندي تحكي ليهم كل حاجة لحد ما خلصت، ومريم قالت لها: طب الحمد لله، بجد كنت زعلانة قوي من اللي حصل لنا ده، الحمد لله. أيوه، بس إحنا لازم نعرف مين اللي عمل فينا كده. أيوة أنا لازم أعرف مين اللي بيكرهني كده، بس لما فوقله يلا نرجع على شغلنا، لأن إحنا دلوقتي في تحدي أكبر بكتير من اللي قبله. يلا كل واحد على مكتبه، وكل واحد راح على شغله. وقبل ما تبدأ شغلها جات لها رسالة على الموبايل مكتوب فيها مبروك المناقصة، وما اهتمتش كتير مين اللي بعتها لها، ورجعت لشغلها بكل نشاط. هي عارفة إن هي داخل حرب، بس لسه مش عارفة مين الخصم بتاعها. إيه يعني؟ إيه كسبة المناقصة؟ أنا دافع فلوس قد كده علشان تخسر، أنا مشغّل معايا إيه؟ شوية متخلفين. والله عملنا كل اللي حضرتك أمرت بيه، لكن مش عارفين هي عملت إيه ورجعت المناقصة تاني إزاي. خلاص، اقفل دلوقتي، أنا هوريكِ يا ساندي، هندمك على كل حاجة، هوريكِ. وروّحت ساندي بعد الشغل البيت، وكانت قاعدة مع مامتها علشان تقول لها: معاذ وأهله هييجوا علشان يقروا فاتحة يوم الخميس اللي جاي. نعم، إزاي ده؟ وأنتم عارفين إني رافضة الموضوع ده، يعني أنا باتبلّغ بحاجة تخصني أنا؟ أيوة يا ساندي، وأنتِ هتفضلي رافضة لحد إمتى؟ والولد كويس جدًا، ما فيش سبب علشان ترفضيه. وقبل ما ترد ساندي على مامتها كان باباها وصل واتدخل في الموضوع وقال لها: ساندي يا بنتي، أنا مش هاغصبك على حاجة، دي قراية فاتحة ومش هنعمل خطوبة غير لما توافقي، بس يا بنتي مش هتطلعي أبوكي صغير ومش قد كلمته. طب يا بابا وحضرتك توافق ليه؟ وانت عارف اني رافضة، ليه بتحطوني قدام الامر الواقع؟ انا كرهت الجواز وعايزة اركز في شغلي ومستقبلي وبس. أنا قلت اللي عندي وخلاص. ومعرفتش ترد على باباها، وطلعت اوضتها وفضلت قاعدة وهي مش عارفة هتعمل ايه، لكن هي عارفة ان معاذ هو السبب، واكيد هتندمه على الموقف ده علشان يرن وقتها تليفونها ويقطع حبل افكارها. هو نفس الرقم اللي بعت لها الرسالة الصبح. الو، أخبارك إيه؟ مين معايا؟ معقولة كده ما تعرفيش صوتي؟ لأ، أنا كده أزعل. ايه الهزار البايخ ده؟ اوف. وبعدها قفلت التليفون في وش اللي بيتصل بيها علشان هو يرن تاني. في واحدة برضو تقفل السكة في وش جوزها المستقبلي؟ دي مش أخلاق مخطوبين على فكرة.
هو انت؟ طب كويس ان انت قلتلي، علشان المرة دي مش هقفل السكة وبس، ده انا هعمل لك بلوك وانا مستريحة جدا. وفعلا قفلت السكة في وشه وكمان عملت له بلوك. يا ترى ساندي هتوافق على الخطوبة وكمان هترجع للمطعم تاني علشان تقرا الجوابات المعجب لولهان، ولا هتركز في شغلها بس؟ طب واللي وقعها اول مرة في شغلها هيرجع يوقعها تاني؟ ومين أصلا اللي عايز يخلي ساندي تكسر شغلها؟ أسئلة كتيرة ساندي بتسيبها لنا النهاردة. كل ده وأكتر هنعرفه الحلقة الجاية، استنونا. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.